بصوا يا جماعه، مبدئيا الواحد اساسا ما نامش من امبارح والله العظيم، بس يعني الكحك والعيد والفسيخ وبتاع على صياح الزملكاويه وشويه والبرامتزاويه وبتاع، فطرب بامانه. مش وقت مين كان صح ومين كان غلط، مين كان داعم ومين ما كانش داعم. يعني انا انتصرت، انا اللي قلت من الاول القرار ده كان غلط وانا اللي دعمت. لا، القرار ده ما كانش غلط. لو انت بصيت للموضوع من كذا ناحيه، سيبك من ان انت خسرت الثلاث نقط بتوع ماتش الزمالك دول، بس انت قرصت ودنهم. دي شله فاسده. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. المفسدين دول ربنا ما بيصلحش حالهم ابدا ابدا. انت سكت كتير قوي، كابتن محمود الخطيب سكت كتير قوي، سكت كتير قوي. بس لما جيت بقى ارمي تهديد، انا عملت. سيبك بقى، اللائحه اتعدلت والرابطه والمصالح بتتصالح، وعشان اراضي الاهلي فانا شلت الخصم بتاع الثلاث نقط بتوع الاخر والكلام ده كله. انا ما يلزمنيش، انا كل اللي يلزمني ان كلمه الاهلي مسموعه، وهبه الاهلي موجوده، وما خسرتش هيبتك. انا كنت لو ده ما حصلش كنت هطلع اطالب باستقاله مجلس اداره النادي الاهلي ده كله. بس انت النهارده طالع من الحوار باقل الخسائر. سيبك القرار كان مدروس ولا ما كانش مدروس، انا متاكده ان القرار ده كان مدروس، ومتاكده ان كابتن محمود الخطيب لو ما كانش ده حصل كان هيصعد، والموضوع كان هيبقى اوسع من كده بكتير. وسيبك ان الزملكاويه ما كانوا مصدقين ان الاهلي يخسر 3 نقط عشان دي فرصتهم الوحيده ان هم يقدروا يلعبوا في دوري الابطال، وبيراميدز دلوقتي بيصيح عشان ما كان مصدق برضو ان الاهلي يتخصم منه 6 نقط عشان يبقى في نفس ان هو ينافس على الدوري. فانت جيت خربطت ده كله، خربطت ده كله، خربطت لهم كل حساباتهم. تمام، قلت لك مش حوار ال3 نقط ده والله ما فارق لي، لان انت كنت ممكن تنزل تلعب الماتش وتخسر عادي. احنا اصلا اخر مواجهاتنا مع الزمالك انت كنت شايف الدنيا عامله ازاي، مش بخير. فكنت وارد ان انت تنزل. الناس كلها بتقول ما كنا نزلنا نلعب، ما ننزلش نلعب ماتش الزمالك. ما ننزلش يا جماعه، ننزل ليه وانت طلباتك ما اتنفذتش؟ انا طلبت العداله، انا ما انسحبتش عشان الجو ساقعه ولا مؤاخذه ولا العيال سقعانه ولا لا. انا انسحبت وقلت انا مش لاعب، مش عايز حكام اجانب، انا عايز حكام اجانب، انا عايز العداله، انا بطالب بالعداله. انا النادي الاهلي بقول يا جماعه انا عايز العداله، انا حاسس ان في حاجه غلط في الدوري السنه دي. يعني ما طلبتش حاجه، الرابطه ما قدرتش تعمل لي ده، واتحاد الكره ما قدرش يعمل لي ده، مع انه كان قايل ان الماتش ده كده كده بحكام اجانب. خلاص قشطه، كلامك اتسمع، بدليل ان بيراميدز رجعوا في كلامهم وقالوا مش عايزين حكام اجانب وهنلعب بحكام مصريين. اتحاد الكره والرابطه هيلعبوا الماتش بحكام اجانب، مش هيتلعب بحكام مصريين. فده دليل كلمتك اتسمع. قرصه ودن، قرصه ودن، بس قرصه ودن جامده شويه. والله العظيم الاهلي كان هيصعد، ولو ما كان ده حصل الاهلي كان هيصعد، وما كانوش هيرجعوا في كلامهم. وانا نفسي بقول لك لو ما كانش ده حصل كنت هطلع اقول كل الاداره دي تستقيل عشان انتوا خسرتوا هيبتكم. بس الهيبه ما خسرناهاش، الهيبه موجوده. شوف انت رافع راسك ازاي من امبارح. يا عم دي مشكلتهم مع بعض، هم ناس فاسده مع بعض بقى. اتحاد الكوره على الرابطه شالوا 3 نقط من النادي الاهلي في الاخر. انا ما يلزمنيش، انا الكل اللي يلزمني ان انا طلعت من الحوار ده باقل الخسائر. خربطت كل حساباتهم، اديتهم على دماغهم من الاخر. وشوف بقى هاني حتحوت بقى وابراهيم عبد الجواد بقى وميدو بقى وعفيفي والناس دي كلها، شوف صياحهم عامل ازاي. انتوا كنتوا فين؟ انتوا كنتوا فين يا جماعه؟ كنتوا فين والحاجات دي بتحصل؟ كنت فين واحنا ما طلعتش ليه قلت من حق النادي الاهلي ان هو يلعب الماتش بحكام اجانب؟ واتحاد الكره والرابطه غلطوا في حق الاهلي ان هم ما قدروش يجيبوا لهم حكام اجانب في الوقت المطلوب. انا ما اعترضتش على ماتش الزمالك، ما قلتش انا مش عايزه العب ماتش الزمالك. الاهلي طلب حكام اجانب، ما قدرتش، دي مشكلتك بقى. طلع دلوقتي تقول تفتكر دلوقتي ان في حاجه، في عداله؟ بتطبخوها على مزاجكم. مش كان النادي الزمالك كله اللي طالع ينادي بحكام اجانب وان هو مظلوم من الحكام المصريين؟ مش دي مسلسلكم طول العمر؟ ده كفايه ان انتوا اتفضحتوا، ده كفايه ان انتوا اتفضحتوا. الحكام المصريين على هواك. لا دلوقتي انا عايز حكام مصريين. ليه؟ مش انت اللي كنت بتقول؟ لو جيت تبص على البيان من اوله وعلى حوار النادي الاهلي ده من اوله هتلاقي كله صب في مصلحتك انت كاهلاوي في الاخر. احنا كنا بنطالب بده من زمان، كنا بنطالب ان اداره النادي الاهلي تاخد موقف من اللي بيحصل ده من زمان. وجه الوقت خدنا موقف. صحيح خسرنا 3 نقط، بس الدوري لسه في الملعب. الدوري لسه في الملعب. طبعا مش عايزه افكركم ان احنا عندنا اصلا ماتش مع الهلال السوداني بكره، ما يعلم بالله ربنا. فدلوقتي مش وقت مين كان صح ومين كان غلط، لا خلاص كده احنا كلنا مع النادي الاهلي. كلنا مش بحب حاله التقسيم اللي بتبقى بين الجمهور ده. انا قلت لكم من الاول القرار ده كان غلط، وانا قلت لكم القرار ده كان خلاص، خلصت. واتفرج عليهم بقى وهم بيخبطوا في بعض بقى. اقعد انت بقى ترمسك وشايك وقهوتك واقعد اتفرج عليهم هم عمالين يخبطوا في بعض. واقعد انت اتفرج بقى وقول بعلو صوتك انا البلد يا رفاعي، واللي مش عاجبه ينسحب ويوريني شطارته.